في أسرة متوسطة الحال، الأب أنثلمي والأم أنطوانيت في ليون في فرنسا، نشأ طفل صغير ضمن 5 أبناء ظهر عليه النبوغ والذكاء. والده كان بدأ يرسم عليه يعلمه صنعته عشان يتوارثها من بعده، ولكن هو كان شايف انه اكبر من كده شوية، فوالده هدده انه لو ما التزمش بالعمل هيدخله البحرية كعقاب. لكن الولد فرح جدا واصر على والده انه يلتحق بيها، اللي بدأ بيها مشوار حياته لحد ما وصل مصر واصبح احد رجال محمد علي، وغير ديانته ودخل العائلة الملكية. في 17 مايو سنة 1788 ولد الكمال سيف في ليون بفرنسا. أظهر شغف كبير للملاحة والسفن، فانضم لأحد السفن الحربية في طولون وهو عنده 12 سنة. وبعد مرور السنين اشترك في الحرب اللي وقعت بين أساطيل فرنسا وأسبانيا والأسطول الإنجليزي. وصحيح ان الإنجليز هم اللي فازوا، ولكن الأنظار كلها التفتت لسيف نظرا لمهارته واستعداده الحربي، وأصيب بجرح كبير كعلامة شرف بالنسبة له. ولكن كل ده ما شفعلوش عند رئيسه اللي كان بيعامله بمنتهى الخشونة والعنف، فسيف ضربه واتقبض عليه، اتقدم للمحاكمة العسكرية واتحكم عليه بالإعدام. بس لحسن حظه تدخل الكونت بول سيجور وتوسط له وخرجه من السجن وسفره للجيش الفرنسي في إيطاليا. بدأ حياته من جديد كجندي بسيط، وعمل بجهد لحد ما ترقى لرتبة ملازم ثاني سنة 1813. بدأ يسمع عند نابليون عن شجاعته وإقدامه، وسمع كمان عن حدته وغطرسته، فكان حابب يقلده وسام ويسمعه كلمتين بالمرة. فقال له نابليون: هو انت سيف اللي كلموني عن شراسته؟ فرد عليه وقال له: لو كنت دعوتني عشان تسمعني الكلام ده جلالتك فأنا راجع لفرقتي. واداله ظهره وركب حصانه ورجع مكانه في صفوف الجيش. بس اللي حصل ده أعقبه ترقية إلى ملازم حامل لعلم الألاي 14 من رماة الفرسان. بعد وقت قصير دخل نابليون في حرب ضد النمسا اتأثر فيها سيف، ولما خرج من الأسر رجع لجيش نابليون ودخل حرب تانية ضد روسيا، لكن الحرب فشلت ورجع الجيش لفرنسا واتقبض على نابليون واتنفى، وتم ترقية سيف لرتبة كولونيل. ثم ترك الجيش واشتغل في التجارة، بس للأسف منفعش فيها. في الأثناء ده محمد علي كان بدأ يفتح مشروعات وكان طالب كفاءات كتير، ففكر سيف يلتحق بخدمته وسافر على مصر شايل كتاب توصية من الكونت دي سيجور. محمد علي أرسله إلى السودان للبحث عن الفحم الجيري، بس هو رجع لمصر من غير ما يلاقي أي حاجة. وهو بيبلغ محمد علي بالكلام ده صرحه بإنه عاوز يكون جيش مصري مدرب على أعلى مستوى. الكولونيل شجعه جدا، فطلب منه محمد علي يتولى هذه المهمة، وسفروا إلى أسوان مع 500 مملوكي ليبدأ التدريبات. فضل الكولونيل 3 سنين يدرب فيهم، وجمع له محمد علي 30,000 سوداني، فكونوا 6 آليات تم تدريبهم جميعا على النظام الجديد. في فترة ال3 سنين واجه الكولونيل عراقيل كتير استطاع هو تذليلها. واحد من العراقيل دي رفض المتدربين المسلمين أخذ أي أوامر من النصراني إلا بعد مشقة كبيرة، ده غير صعوبة السيطرة عليهم لتعليمهم الانضباط وضبط النفس وتنفيذ الحركات العسكرية بشكل دقيق. حتى الالتزام بالصمت الإجباري أثناء المناورات كان صعب جدا تطبيقه. الحزم الشديد اللي كان فيه الكولونيل قوبل بمؤامرة لمحاولة اغتيال مسيو سيف. في يوم وهو بيمرنهم على ضرب النار مرت رصاصة قريب من أذنه، سمع حفافها، والرصاصة دي في الأصل كانت مصوبة إليه، ولكن أحسن التصرف وعمل كأن مفيش أي حاجة وخلاهم يكملوا التدريب. الحقد عليه موقفش لحد كده، ولكن وصل بيهم الأمر يصرحوه برغبتهم في قتله.
فهو واجههم ان هو يبرزوه بالسيف واحد ورا واحد بدل ما يلحقهم العار القتل بالخيانة. الموقف ده خلاهم يتراجعوا ويراجعوا لعقلهم ويبدأوا يعجبوا بيه، والحقد قلب لإخلاص وحب من أعماق قلوبهم. الكولونيل سيف كان ذكي جدا، استخدم قوة الكره والحقد وحولها لتنافس بينهم. الكولونيل مع عشرته للمصريين ولمحمد علي أعجب بالدين الإسلامي، فاعتنق الإسلام وغير اسمه لسليمان بيك الفرنساوي. وبعته محمد علي مع ابنه إبراهيم باشا لحرب المورة، أظهر فيها بسالة وإخلاص زود مكانته في قلب إبراهيم باشا. بعد انتهاء الحرب في مورة بالتدخل الأوروبي زي ما حكيت لحضرتك في الفيديو بعنوان جيش مصر، رجع سليمان بيك بفتاة يونانية اختارها كسبية من اليونانيات اللي وقعوا في قبضة الجيش المصري، واتجوزها وكان منها اسكندر بيك وهو لم يعش طويلا، وبنتين، واحدة منهم اتجوزت شريف بيك، وشريف بيك رزق ببنت كانت حرم عبد الرحمن باشا صبري والد جلالة الملكة نازلي. رجوع سليمان بيك من مورة خلاه يغير الجيش ويجعله مصري من الصميم، وده زود ثقة محمد علي فيه وأمده بكل اللي يحتاجه عشان يتم المهمة العظيمة دي، لحد ما قدر فعلا يكون جيش قوي مدرب على أحدث الأساليب العصرية في وقتها. فرقاه محمد علي لرتبة لواء، وهنا فكر محمد علي يكمل ويطور البحرية المصرية. جيش مصر وضع في اختبار كفاءة في حرب الشام سنة 1831. قيادة الجيش اسندت لإبراهيم باشا، وقيادة المدفعية اسندت لسليمان باشا، والجيش المصري قدر يفتح عكا وأسر حاكمها عبد الله باشا، وتوخى الجيش للبلاد السورية وفضل في مصر لمصر حتى وصلوا لأبواب الأستانة. وهنا انجلترا ثارت وهددت محمد علي بتحريك الاسطول الانجليزي على سواحل اسكندرية، فاستجاب محمد علي واوقف الزحف الى أستانة، وحكمت عليه اوروبا بالانسحاب كمان من سوريا بعد 9 سنين من فتحها. وجه دور سليمان باشا اللي اترقى لرئيس اركان حرب انه يتحط خطة للانسحاب، قدر ينفذ الخطة دي رغم المناوشات، ورجع القاهرة دون فقد أي مدفعية أو عنصر، وكافئوا محمد علي برتبة مير ميران. في 1846 راح سليمان بيك مع إبراهيم باشا لفرنسا، وقوبل بحفاوة كبيرة من لويس فيليب ملك فرنسا، وحضر مناورات الجيش الفرنسي وتوسم بوسام جوق الشرف، وصار مسقط رأسه. وأول ما رجع قدم لمحمد علي مشاهداته في تطوير نظام الجند الفرنسي وكيفية تطبيقه. ثقة محمد علي لسليمان باشا اتقلبت لإبراهيم باشا، ومن بعده لعباس الأول اللي انتقلت لسعيد باشا، ولكنه توفي في 11 مارس 1860. سليمان باشا عاش ومات ومفيش في حياته غير الجيش والتدريبات. راجل جد جدا، خشن في طباعه لدرجة انه رفض اكل عباس حلمي الاول اللي كان مرسل للعسكر وهم في رحلة ترفيهية. قال هو عباس باشا ما يعرفش اننا عسكر وما ياكلش غير اكل العسكر. احد طلابه النابغين هو احمد عرابي اللي طالب الخديوي سعيد بنفسه ان يتم امتحانه على يد سليمان باشا، ولما تم الامتحان طلب سليمان باشا بترقيته لرتبة أميرالاي، لكن الخديوي رفض وقال لازم يتدرج في الرتبة عشان يعرف واجبات كل رتبة. وبعد وفاته تم عمل تمثال له تكريما ليه، ووضع في الميدان اتسمى باسمه ميدان سليمان باشا. هو صحيح اتشال في ثورة 23 يوليو مع كل تماثيل أسرة محمد علي، ولكن رجع اتحط أمام المتحف الحربي في قلعة القاهرة. وكما عهدنا لا يخلق العظماء إلا العظماء، ولا يحكم العظماء إلا العظماء. وعشان كده عزيزي المشاهد أحب أسألك، عرفت